فكري 1000 مرة قبل ما ترتبطي بواحد متجوز، لأنه لو أجرم تجاه أسرته هتبقي انت شاركته في الجريمة. ومش شرط يقتل مراته عشان يبقى أجرم، ده القتل المعنوي أشد 1000 مرة. أي تقصير من الراجل ده تجاه أسرته انت بتتحملي ذنبها معاه. أي إهمال وأي معاملة سيئة لزوجته ده مش معناه على فكرة إنه بيحبك، ده معناه إنه راجل واطي. الراجل المحترم لو قلبه مال تجاه واحدة غير مراته هيسيبها بالمعروف، ما يسيبهاش عايشة مغفلة. واللي يغفل مراته علشانك بكرة يغفلك، هتدوقي من نفس الكيس لا محالة. تجارب الدنيا اللي حوالينا بتقول كده، اللي حل لنفسه انه يخون مرة هيخون 1000 مرة. اوعي تفتكروا انه هيتجوزك. اغلب الرجالة عمرهم ما بيتجوزوا الستات اللي عرفوهم على مراتاتهم، في الاغلب ما بتبقيش انت الوحيدة اللي في حياته اصلا. خليكي واقعية، انت حبيتي واحد متجوز وقالك هتجوزك، وانا بقولك لو على انه يتجوزك فبنسبة 90% مش هيتجوزك. واغلب الرجاله المتجوزه بيوعدوا ستات تانية بالجواز، بيفضلوا يثبتوهم لغايه ما يزهق او يخلع. المهم يكون خد اللي هو عايزه. طب على فرض كنت من 10% من الستات اللي الرجاله جوزتهم لما وعدوهم بالجواز وهم متجوزين ستات تانية، والراجل راح طلق مراته واتجوزك، خافي وهاتي حد معاكي تاني يخاف، لان ده معناه انه وارد ان ده يحصل تاني. وبنسبة مش قليلة ان لو دخلت حياة واحدة ست تانية هيطلقك ويتجوزها بسهولة، زي ما اتجوزك انت كمان بعد ما طلق مراته. طب على فرض تاني انه اتجوزك وما طلقش مراته، اعرفي انك عمرك ما هتكوني رقم واحد في حياته، وانه باقي على بيته واولاده لو عنده. من الاخر، العلاقة مع راجل متجوز هي قنبلة موقوتة ومصيرها هتنفجر وهتتضري منها، مفيش مهرب. هتتأذي في العلاقة دي، وكمان هتتحملي ذنب أي أذية تتعرض ليها الأسرة الأصلية بسبب وجودك في حياة الراجل ده. ففي النهاية كده اعقلوها وسيبوا الأحلام والأوهام دي، ما ترتبطيش براجل متجوز.